كيكه بالكريمه في المول العجيب، ما كاين ما احسن منها في طبله العيد، وكتجي رائعه لذيذه وبمكونات جد بسيطه. تابعوا معايا الطريقه. هنا في بول كنوضع رشه ديال الملح، غادي نزيد 3 الحبات ديال البيض نكونوا مخرجينهم قبل من الثلاجه، وغادي نزيد عليهم ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وكنخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا. ضروري باش هداك البيض كينسجم مزيان وكيذوب مع السكر، ضروري نخدموهم مزيان مزيان باش تنجح لينا الكيكه. هنا غادي نزيد ياغورت بنكهه الفاني اولا نكهه الموز اولا ياغورت طبيعي اولا كاس ديال الحليب اللي توفر عندكم، وكنخلط مزيان مزيان هاد المكونات حتى كينسجموا، وكنحصل على واحد الخليط اللي كريمي بهذا الشكل هذا. مباشرة غادي نزيد كأس إلا ثلث ديال الزيت، وغادي نستمر في التحريك جيدا جيدا حتى كينسجموا ليا هاد العناصر مزيان مزيان بالطراب اليدوي او حتى الكهربائي على حسب الرغبه. هنا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الفينو بعد ما غربلتها. هاد المعلقه ديال الفينو كتعطي لينا لهاد الكيكه الهشاشه، كتجي رائعه وكيجي قوام الكيكه زوين بزاف. مباشره غادي نزيد كأس ديال الدقيق الابيض او دقيق الفورس الخاص بالحلويات، بعد ما غادي نغربلو بطبيعه الحال، وكتخلطوا وكتشوفوا يعني يقدر يكفيكم كأس، يقدر تزيدوا شويه على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. فهنا غادي نخلط مزيان مزيان، وغادي نحس بالخليط شويه خفيف. غادي نزيد تقريبا 2 معالق كبار ديال الدقيق، يعني في المجموع كاس ديال الدقيق مع 2 معالق ديال الدقيق الابيض زائد هذيك المعلقه ديال الفينو، يعني في المجموع كاس و3 المعالق اولا كاس وربع ديال الدقيق. صافي وكنستمر في الخلط مزيان مزيان حتى كنحصل على الخليط ديال الكيك بهذا القوام هذا. مباشرة بعد ما كنخلط مزيان هذاك الخليط ديال الكيكه، غادي نزيد 2 اكياس ديال خميره الحلويات، ضروري نغربلوهم باش كنحيدوا منهم اي تكتلات، وكنخلي الخميره الحلويات في اخر مرحله حتى تيتقاد لينا القوام ديال الكيك. صافي هنا كما تشوفوا معايا غادي ندخل مزيان هذيك الخميره في الخليط، وغادي ناخذ هنا المول العجيب بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نخوي فيه هذاك الخليط ديال الكيك بهذا الشكل هذا. وضروري كنضربوا المول مع سطح العمل باش كنخرجوا منه الفقاعات، وكندخلوا الفران يطيب على درجه حراره 180 غير من الاسفل حتى كيتحمر وكيطيب، عاد كنشعلوا عليه من الفوق باش كيتحمر وكياخذ هذا اللون الذهبي. كما تشوفوا معايا الكيكه كتجي ناجحه وخفيفه. مباشره كنقلبها في صحن التقديم باش تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي، ما كتلتصقش نهائيا، وكيجي اللون ديالها كامل مستوي كامل مذهب، وكتجي خفيفه ومفشفشه. هنا غادي نخليها تبرد جانبا، وغادي ندوز نحضر الكريمه. هنا في كاسرول خديت نصف لتر حليب، غادي نزيد عليه 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال بودره الكريم باتيسير اولا 3 المعالق ما عامرينش مزيان. غادي نزيد عليهم 2 معالق ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، وتقدروا تزيدوا اكثر، الحلاوه كتبقى دائما على حسب الذوق. كنخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا على البارد، لان هذاك البودره ديال الكريم باتيسير كتحجر وكتكتل في التحت، فضروري ندوبوها على البارد، عاد كنوضعوها على النار الهادئه مع التحريك المستمر حتى كتعقد. مباشره وهي سخونه غادي نزيد عليها 2 معالق كبار ديال الجبن، اي جبن متوفر عندكم، فهنا زدت 2 معالق، ما تصورش ليا المقطع. صافي وكنحركو مزيان مزيان ما حدها سخونه باش هذاك الجبن كيذوب وسط الكريمه، وكذلك الكريمه ما كتقصحش. عاد كنخويوها في هذاك الفراغ ديال المول العجيب وكنقدوها بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، كتزينوا على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. هنا غادي نقطعها باش تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، كتجي رائعه لذيذه. كما تشوفوا معايا هنا قطعتها مباشره، فمن الاحسن تخليوها تبرد في الثلاجه مده ديال ساعتين اولا ساعه من الاحسن. الكيكه كتجي خفيفه كتذوب في الفم، والكريمه كتجي لذيذه، وسر لذتها هو هذاك 2 معلقات ديال الجبن كيعطيوها لذه رائعه. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وبصحه والراحه.